همزة الوصل، ما هذه الهمزة وما قصتها؟ أيها الإخوة، إن العرب ولغتهم، إن لغة العرب في زمن النبوة كانوا إذا تكلموا، أي العرب، لا يبدأون بحرف ساكن. يعني مثلا نجد في بعض اللغات الإنجليزية والفرنسية يبدأون بحروف ساكنة، يقولون مثلا ستوديو فيبدأون بسين ساكنة، ستريتش مثلا. لكن ما ليس عندنا في العربية نحن كلمة هكذا أولها حرف ساكن. العرب إذا تكلموا بدأوا بحرف إما مفتوح أو مضموم أو مكسور، يعني حرف متحرك. وإذا وقفوا لا يقفون على متحرك، بل يقفون على السكون، لأن السكون محل الاستراحة، والسكون أبلغ في تحصيل الاستراحة من الوقوف بالحركة. لما أقول أنا بسم الله الرحمن الرحيم وأخذ بالسكون، هذا أبلغ في تحصيل الاستراحة من لو أنني قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وهكذا. إذن السكون أبلغ في تحصيل الاستراحة. فكان العرب في زمن النبوة إذا بدأوا بحرف متحرك، وإذا وقفوا على حرف ساكن. هذا من قبل نزول القرآن. فلما نزل القرآن نزل بلغتهم، قال تعالى بلسان عربي مبين. فلذلك كلمات القرآن لا يبتدأ بها إن كان أولها حرف ساكن. والعرب كانوا إذا وجد في كلامهم كلمة أولها حرف ساكن استعملوا همزة سماها العلماء همزة الوصل. لماذا سموها همزة الوصل؟ لأنهم يتوصلون بها إلى البدء بالساكن. يعني مثلا لو أردنا أن نأمر من فعل سكن يسكن، ونأمر من هذا الفعل، نقول للمخاطب اسكن بسين ساكنة، والعرب لا تبدأ بسين ساكنة. إذن ماذا يفعلون؟ يجلبون همزة الوصل فيقولون أسكن، ادع إلى سبيل ربك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. استغفر بيبدأون، وإلا أصل الكلام استغفر هكذا، لكنهم لا يبدأون بساكن، فيجلبون همزة الوصل وهي همزة متحركة يستعينون بها على البدء بالساكن. من هنا سماها الخليل بن أحمد رحمه الله الفراهيدي، سماها همزة الوصل وسماها سلم اللسان، لأنه السلم يتوصل به من طبقة إلى طبقة، من دور إلى دور. كذلك هذه الهمزة توصل بها إلى البدء بالساكن. هذه الهمزة أيها الإخوة أولا لا تثبت إلا عند البدء. إذا بدأنا نطقناها، وإن وصلنا ما قبلها بما بعدها سقطت هذه الهمزة من الكلام. يعني أنا أقول للمفرد المخاطب أسكن، فإن وضعت قبل هذه الكلمة واوا أقول واسكن، فأنتقل من الواو إلى السين، ولا أقول له وأسكن. فالهمزة في درج الكلام، في وصل الكلام تسقط. أقول للمفرد استغفر بفعل أمر أوله همزة مكسورة، وإن وضعت قبلها فاء أو واوا أقول فاستغفر واستغفر، فتسقط الهمزة. الهمزة هنا لا تثبت إلا عند البدء. إذن همزة الوصل همزة تجتلب للتمكن من البدء بالساكن، تثبت ابتداء وتسقط وصلا في درج الكلام، وقد تكون في الأفعال، وقد تكون في الأسماء، وتكون في حرف واحد فقط، وهو لام التعريف، كقولنا الكتاب، المسجد. هذه الهمزة خصها إمامنا الجزري رحمه الله بالحديث لحاجة القارئ إليها عند البدء،
هذه الأبواب ذكرها الجزري بعد رحمه الله بعد باب الوقف والابتداء. فمن متعلقات الوقف باب المقطوع والموصول، ومن متعلقات الوقف باب ما رسم بالتاء المبسوطة، هذا بالنسبة للوقف. ومن متعلقات الابتداء همزة الوصل، فهمزة الوصل يحتاج القارئ إليها عند بدئه بالكلام، متى يثبت الهمزة ومتى يسقطها. إمامنا الجزري أجمل لنا قواعد هذه الهمزة، همزة الوصل، في هذا الباب، فقال رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. بهذه الأبيات ابن الجزري رحمه الله جمع لنا قواعد همزة الوصل في القرآن العظيم. نرى على اللوحة قول إمامنا الجزري: باب همز الوصل، وبعد ذلك ها هو تعريفها: همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. هذه شرحتها لكم قبل الفاصل. همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. إذن هي القصد من المجيء بها التمكن من البدء بالساكن. الأمر الثاني تثبت في بدء الكلام فقط، والأمر الثالث تسقط في وصله. نرى أيضا على اللوحة الأمثلة. فتثبت يعني همزة الوصل عند البدء بنحو الذين، اهدنا الكتاب، وتسقط في نحو كما نرى على اللوحة، وتسقط في نحو ميثاق الذين. لاحظوا بأنني عندما نطقت انتقلت من القاف إلى اللام مباشرة، ميثاق الذين، ولم أقل ميثاق الذين، هذا لا يفعله أحد. المثال الثاني: واهدنا، انتقلنا من الواو إلى الهاء مباشرة، ولم نقل واهدنا، لم نفعل ذلك. والمثال الثالث: والكتاب، انتقلنا من الواو إلى اللام مباشرة، وسقطت همزة الوصل في درج الكلام. نرى على اللوحة أيضا: تدخل همزة الوصل على الأفعال والأسماء والحروف. تدخل على الأفعال وعلى الأسماء وعلى الحروف. في الأفعال لها وضع خاص سنتعرض له بعد قليل. في الأسماء لها حركة خاصة سنذكرها بعد قليل. وقلت منذ قليل إنها بالنسبة للحروف تدخل همزة الوصل فقط على حرف واحد، وهو لام التعريف.